اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. علي ربيع، عايزك تكلمنا عن مسلسلاتك في رمضان. وانت رمضان ده شاركت بثلاث اعمال، عايزك تكلمنا عن الثلاث اعمال دول. كل دور الحمد لله اتبسطت فيه ومع الناس اللي اشتغلت معاهم فيه، والتلاتة الحمد لله حلوين، واشتغلت مع الناس الحمد لله كبيرة مش قليلة، يعني أكبر ناس تقريبا في الوسط الفني دلوقتي. فأنا مبسوط جدا إن أنا اشتغلت معاهم. اكتر دور شدك في الثلاث ادوار دول؟ مولانا العاشر. ولعفة انت عملت في دور حلو او ممكن تكلمنا عن دورك في لعفة ومولانا العاشر؟ فطلع أخو دنيا سمير غانم وابنه أستاذ سمير غانم طبعا، واستمتعت أنا جدا بالتمثيل مع أستاذ سمير غانم، اتعلمت منه حاجات بقى بالهبل يعني الحمد لله. وهو دور الحمد لله اللي هو الشاب الفائد ده، اللي هو بس من غير ايه يعني، ما باليد حيلة، فائد وما بيعملش حاجة. طب ودورك في مولانا العاشر ممكن تكلمنا عنه؟ هو دورك في استاذ رئيس قسم. مولانا العاشق طالع متجوز انا فوزية، اللي هي في المسلسل اسمها نور، ودي ممثلة جامدة جدا وعسل ما شاء الله يعني، وبرضه استمتعت جدا بالتمثيل معاها. طالع بحبها وبتاعنا جدا، وفي نفس الوقت في العلاقة الزوجية في مشاكل وبتاع، وعلى مدار بقى المسلسل بقى الأحداث. أستاذ رئيس قسم طالع ثوري وكده، وطالب عند أستاذ عادل إمام في الجامعة، وطبعا استفدت برضه من الأستاذ عادل إمام حاجات كتير إن شاء الله الواحد يعملها بقى في المسلسلات الجاية. طب علي ربيع، تكلمنا عن تياترو مصر والخلافات اللي حصلت في تياترو مصر وكده. انا خلافات ما حصلتش معايا انا شخصيا، حصلت مع المنتج طبعا واستاذ اشرف، ما اعرفش ايه اللي حصل ما بينهم، وانا ما فيش مشاكل معاه يعني، ولا مع دول ولا مع دول يعني. طب علي ربيع هيقدم لنا ايه بقى الايام الجايه؟ هنقدم بقى على حسب الحاجات ان شاء الله اللي هتتعرض على الواحد، والحاجات اللي الواحد نفسه يعملها. المهم تبقى سواء فيلم او مسلسل او في المسرح، تبقى الادوار او القصص او الحاجات تبقى جامده، يعني في افكار حلوه عشان الواحد يعرف يعمل فيها حاجات حلوه. طب في حاجه اتعرضت عليك الايام دي، حاجه تنزل لنا بقى في العيد؟ ممكن في العيد الكبير او بعد العيد الكبير فيلم ان شاء الله. طب ممكن تقول لنا اي حاجه عن تفاصيل الفيلم؟ لا، ما انا لا، مش هينفع اقول اي تفاصيل في الفيلم لان هو ايه لسه ما. طب المخرج بتاع الفيلم، المؤلف بتاع الفيلم، الحاجات دي لسه ما ظهرتش. حتى الناس اللي معاك في الفيلم ما تعرفش مين هم؟ معايا كريم فهمي، انا وكريم فهمي بس كده؟ طب علي ربيع يقول لجمهوره عشان العيد جاي وكده. اقول لهم كل سنه وانتم طيبين واتبسطوا في العيد، وان شاء الله لو جم المسرح عندنا برضو نحاول نبسطهم وربنا يكرمهم كلهم. طب النهارده كانت وفاة الفنان الكبير عمر الشريف، وامبارح كان وفاة الفنان الكبير سامي العدل، علي ربيع يقول ايه؟ هم الحق يعني ربنا يرحمهم، وتوفوا في ايام يعني العشر الاواخر دي، المفروض ان شاء الله يعني عتق من النار، فربنا يرحمهم ويغفر لهم ان شاء الله. طب كلمة بقى لوشاشة الأصلي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يوفقكم ويكرمكم وتبقوا أحسن وشوشة في الدنيا.